ليه ساعات بنصحى من النوم وعندنا شعور بالضيق والخنقة من غير سبب واضح، رغم إننا نايمين كويسين، بس بنقوم بقلب مقبوض وعايزين نفضل لوحدنا؟ هل ده مجرد كسل ولا في سر في عقلنا بيحصل واحنا نايمين؟ النهاردة هنفك شفرة نكد الصباح ونعرف ازاي نبدأ يومنا بهدوء حقيقي. هرمون الكورتيزول، علميا جسمنا بيفرز كمية عالية من هرمون التوتر الصبح عشان يساعدنا نصحى. لو انتي أصلا مضغوطة نفسيا، الهرمون ده بيتحول لقلق أول ما تفتحي عينيكي. ده غير أحلام تحت السطح، أحيانا بنحلم بأشياء مزعجة مش بنفتكرها، بس المشاعر المصاحبة للحلم بتفضل معانا وقت الصحيان. عقلك الباطن كان بيعالج ملفات قديمة وانت نايمة، وطلعتي منها بشعور الضيق ده. وعندنا فخ المهام المؤجلة، أول ما بنصحى العقل بيعمل سكان سريع لكل المشاكل والالتزامات اللي ورانا. الضغط المفاجئ ده بيخلي الجسم ياخد وضعية الدفاع، فنحس إننا مخنوقين. مش بس الهرمونات هي السبب، في كمان خناقة تانية بتحصل جوه عقلك وانت نايمة، معارك العقل الباطن أثناء النوم. احنا بنفتكر ان النوم هو وقت الراحة، بس الحقيقة ان العقل الباطن بيفضل صاحي وشغال. لو نمتي وانت شايلة هم موضوع معين، عقلك بيفضل يحلل ويقلب في الملفات دي طول الليل. النتيجة انك بتصحي مجهدة نفسيا وكأنك كنت في خناقة حقيقية. العقل بيبقى استنزف طاقته في المشاكل، وأول ما بتفتحي عينيكي هو بيفكرك فورا بالنتيجة اللي وصل ليها، فبتحسي بالانقباض ده. طيب بعيدا بقى عن كيمياء الجسم، هل فكرتي إن الموبايل اللي في إيدك دلوقتي هو المتهم الأول؟ إحنا بننام وعينينا في الموبايل. الضوء الأزرق بيخدع المخ ويخليه يفرز هرمونات يقظة في وقت غلط. ولما بتصحي وأول حاجة تعمليها هي التقليب في حياة الناس على السوشيال ميديا، انتي بتعملي صدمة لعقلك. عقلك لسه ما فاقش وانتي بتجبريه يقارن ويحلل ويشوف أخبار ممكن تكون مزعجة. ده بيخلي الجسم يفرز أدرينالين الخوف والتوتر من أول دقيقة. طيب إزاي نتغلب على ضيق الصباح؟ قاعدة ال10 دقايق الصامتة. ما تمسكيش الموبايل أول ما تصحي من النوم. السوشيال ميديا بتخلي عقلنا يقارن ويتحفز فورا. ادي لنفسك 10 دقايق صمت بس. اشربي مية، اشربي شاي، اشربي أي حاجة بتحبيها من غير ما تمسكي الموبايل. تفريغ الأفكار قبل النوم. اكتبي أي حاجة قلقاكي في ورقة قبل ما تنامي، كأنك بتقولي لعقلك الملفات دي متسجلة هنا، مفيش داعي تفتحها ليا وأنا نايمة. أنا سيلا، وقناتنا هي مكان للسكينة. قولي في التعليقات إيه أول فكرة بتيجي في بالك أول ما بتفتحي عينيكي، وإزاي بتتعاملي مع نكد الصباح. أشوفكم الفيديو الجاي بكل روقان. شكرا.